السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل ويا صباح الهنا ويا صباح السعادة ويا صباح التفاؤل، او يا مساء الفل او يا مساء الهنا او يا مساء السعادة، حسب ما بتشوف الفيديو بتاعي. حسب ما بتشوف الفيديو بتاعي من اي مكان. جاي لكم النهارده ان شاء الله بروتين جميل جدا قوي قوي باذن الله يعجبكم. روتين بقى الام التعبانه يا ولاد. طبعا شايفين المنظر، بس تعالوا بقى لما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أنا وكل السامعين وكل إخواتي في كل مكان. طبعا بقى جاي لكم النهارده روتين بقى ايه، مش عشان وريت لكم بقى الكلام في الاول يعني خلاص بقى الروتين ده كده مش هنطلع منه بكل طاقه ايجابيه، لا هتطلعوا منه بكل طاقه ايجابيه ان شاء الله، مش طاقه سلبيه. ده روتين الام التعبانه يا ولاد. قلت اوريكم منظر بقى الشقه كده، والله العظيم يا بنات انا بس امبارح هقول لكم على اللي حصل. امبارح قمت من النوم، طبعا كنت قبلها بيوم كنت انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا كنت بعمل السطح وكنس السطح، تمام. طبعا بقى بعد ما كنست السطح نزلت عملت روتين بتاعي لولادي ويعني طلبات ولادي وحاجة ولادي. فجيت تاني يوم بقى اللي هو امبارح ده كان الحد، تمام. جيت لقيتني يا بنات مش قادرة خالص، عظمي كله مكسر، جسمي كله وجعني، تمام. معدتي تعبانه ووجعاني جامد. المهم بقى ولقيتني بقى ايه مش قادره اقوم اعمل اي حاجه. فده منظر الشقه والله العظيم، يوم واحد يمين الله، يوم واحد انا ما نظفتش. دي بقى المفاجاه اللي كنت بقول لكم عليها، اللي هي المفاجاه اللي بتاعت الفيديو ده. الغساله ابو محمد جابها لي، الله يستر يا رب ويديله الصحه ويخليه لي. طبعا ده منظر المطبخ، بس انا طبعا المطبخ مش هشطبه معاكم لان طبعا مركبه الكنانه في ايدي، مش هينفع ان انا اغسل بقى المواعين. كنت مطلعه الفرخه دي بقى هنعمل بقى بقبوقه ليبيه، عارفين البقبوقه يا بنات؟ طبعا ده كان عندي غسيل، طبعا كان في غسيل بره على الغساله اللي هي باظت دي. وعندي غسيل طبعا في طبعا المطبخ وريتكم هدوم في عفوا. السبت وده هدوم ايه. وعندي غسيل، عايزه كان بقى عندي دعوه غسيل حلوه كتير منكم كده، جدا خلاف كمان الغسيل اللي ربنا انا يعيني ويدينا الهدوم اللي الصحه كده انا ويديته نشرها طول في العمر كده البلكونه، ويشفينا ويشفي تمام. كل مثلا كل قلت مريض. بقى قبل ما ابدا يلا اي بينا يا حاجه حبايب معاكم قلبي، والله لازم انا العظيم يا اوريكم بنات منظر ده الشقه. يوم واحد شايفين فقط. الشقه متبهدله ده ازاي؟ الشقه ما اتعملش فيها اللي اي حاجه قالع لمده بقى يوم واحد هدومه فقط. واللي مغير هدومه فاهمني؟ واللي مش عارف ايه هتقولوا لي يا ام محمد الشقه عامله كده ليه؟ هقول لكم ما فاهمين. اعرفش. بصوا الشقه هقول لكم والله متلخبطه. ما اعرف. هتقولوا لي يا هقول ام لكم ما اعرفش. محمد طبعا كان الشقه عندنا كده شتا تقلبت صعب ازاي؟ جدا. اقول لكم ما اعرفش. ده هنا كنت والله يا غاسله. بنات ما اعرف، انا لسه بصراحه شويه ما هدوم. اعرفش. انا الشمس قمت من طلعت النوم، نشرتهم اجى كده ابو بالكنانه محمد في الله ايدي. يصلح حاله يا رب قلت بقى وخليهولي. نشيلهم كده. اجى بالليل خدني، تمام. كان هو حجز بقى عند نشرتهم الدكتور، يعني الحمد حجز لي عند لله، الدكتور ربنا هنا اداني في الصحه كده البيت، وعني قصدي هنا في ونشرتهم. دمياط في يلا بينا. الشلبيه هنا. يلا بينا حبيب قلبي، يلا فرحت اللي تعبانه كشفت زي كده. عنده. المهم تقوم بقى تشجع معايا كشفت يا ولاد، وادالي يلا. علاج وادالي حقن تمام. ان انا اخدها يلا. ومحاليل وكده، وقال لي ان القولون عندك متبهدل. القولون عندك لا اله الا الله، القولون عندك لا اله الا الله ذكرني يا رب. قال لي القولون عندك ملتهب يعني ومتنفخ يعني، وفي تقلصات. فالمهم بقى ايه، واداني علاج بقى للعظم، وجع العظم ووجع الجسم يعني. فالمهم اداني حقن، جت بقى من عند الدكتور. طبعا ما عملتش اي حاجه في البيت لان انا مش قادره اعمل حاجه طبعا. والمهم جيت بقى اللهم صل على النبي. جيت بقى بالليل اخدت المحلول بتاعي واخدت الحقن بتاعتي ودخلت نمت، ما قدرتش اعمل اي حاجه طبعا. وعندي الولاد، معلش يا ولاد عفوا والله. وعندي الولاد برضو اخدين دور البرد يا بنات، واخدين الدور ده برضو مش راضي يسيبنا خالص. كانت ايه تعبانه ومحمد وهانك وابو محمد كلنا كنا تعبانين، بس انا كنت انا الوحيده اللي فيهم اللي كنت تعبانه جامد، تمام. فقلت بقى كده ايه روتين، بقى ايه روتين كده يعني على قد كده يا ولاد، يعني روتين وقت يعني فاهميني؟ طبعا احنا مش هنسيب بيتنا كده بالمنظر ده طبعا. طبعا المنظر ده يعني يدي طاقة سلبية، فاهميني؟ فقلت لا قوم كده يا ام محمد وشجعي. وقمت بقى لبست سدالي وتوكلت على الله، وقلت اوريكم الشقة كده في الاول. ودخلت بقى على اوضة الولاد، طبعا كان بقى كتب والبطاطين متبهدله حتى شايفين. انا ما كنتش بقدر ان انا اطبق البطانيه بايدي الاتنين. ليه بقى؟ لان طبعا في نفس الوقت البطانيه تقيله، وفي نفس الوقت عندي العروق عندي آه، قليل يعني بصوا ضعيفه جدا ضعيفه جدا، يعني بيقعدوا يبهدلوني عما بيلاقوا لي عرق. يعني بيبهدلوني بصراحه عما بيلاقوا لي عرق. فطبعا انا لو انا اشتغلت قوي بايدي دي هيقوم طبعا الكلنه هتقوم الكلنه مش شاله،
فبقيت اعمل برضو ايه بحرص. طبعا بقى نضفت السرير زي ما انتم شايفين، ما غيرتش بقى مليان ولا غيرت اي حاجه خالص، لان طبعا هي كانت نظيفه يعني. وكمان في نفس الوقت مش قادره ان انا اشيل بقى ملايه واقعد واقعد اغير وكده، فايه انا عملت يعني ايه روتين كده يعني زي ما بيقولوا روتين على يعني ايه على الشواشي كده. فبالذات احنا ما بنكون تعبانين يا ولاد، لما بنكون احنا تعبانين نعمل شغل بيتنا وكل حاجه، بس ما نجهدش نفسنا، ما نجهدش نفسنا، عشان طبعا صحتنا هي كل حاجه. صحتنا نعمه وفضل من عند الله، والله الصحه نعمه قوي يا جماعه، بجد بجد الصحة نعمة جدا. فربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مسلم وكل مريض، ولا يرقدنا أبدا على فرش يا رب. ربنا يشفينا ويعافينا. فحبيبة قلبي، أي واحدة فينا تعبانة، ما تجهديش نفسك، ما تتعبيش نفسك جامد. اللي تقدر عليه اعمليه في بداية وقت ما تكوني تعبانة، تقدر عليه اعمليه، اللي مش هتقدر عليه ما تعملوش سيبيه تاني يوم، الدنيا مش هيجرى لها حاجة. ارتاحي شوية وارتاحي شوية قومي وكملي، فاهمني؟ لان شغل البيت طبعا صعب جدا يا بنات، والله العظيم. عشان يوم بس اللي هو يوم الحد امبارح ما عملتش حاجة في البيت. يعني ابو محمد بيقول البيت ملوش اي معنى من يعني ملوش اي معنى، البيت متبادر من غيرك. قومي كده وتشجعي كده معايا وتعالى ما اكشف حاجه. ما كنتش والله عايزه اروح لدكتور ولا حاجه، ما كنتش عايزه اكشف، كنت بقول له هات له حقنه وخلاص، بس هو ايه صمم وقال لي لا تعالي وانا اكشف عليكي. فربنا يشفينا ويعافينا يا رب. ده طبعا شويه الهدوم اللي كنت انا لماهم من على الحبل، قلت بقى ايه اطبقهم كده معاكم يا حبايب قلبي، وايه وهي هرجعهم بقى كده مطرحهم تاني. طبعا المطبخ مش هعرف ان انا اشطبه معاكم طبعا في الفيديو ده، ما عملتش معاكم اوضه النوم ولا عملت معاكم المطبخ، تمام. قلت لا عشان الفيديو ما يطولش عليكم، فاهمني؟ فانا بصراحه على قد ما قدرت يعني عملت الصلاه، لان الصلاه كانت متبهدله عندي جامد. وعملت اللهم صل على النبي، وعملت اوضه البنات ايوه عملتها. واوضه محمد كانت يعني ايه نظيفه، ما كانش فيها حاجه قوي يعني، كانش متبهدله قوي. فانا اللي قدرته عملته معاكم. فيعني ايه عاوزة دعوة حلوة بينكم بقى كده، وعايزة منكم بجد بجد دعوة حلوة ليا ولأي حد كده، يا رب كده ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مسلم كل مريض. بالله عليكم تدعوا لي دعوة حلوة كده من قلبكم، تمام؟ قولوا تمام، يبقى تمام ان شاء الله. يا احلى اخوات واحلى بنات واحلى عيلة واحلى ناس في الدنيا بجد بجد يعني. انا والله برغم ان بعز تعبي قلت لا امي اعملي روتين كده لحبايبك، عشان ايه؟ انا عارفه ان انا وحشتكم، انا عارفه والله. وطبعا انا ما عرفتش افتح بث مباشر برضو امبارح، ما عرفتش افتح بث لان برضو كنت انا تعبانه. حبايبي اللي كتبوا لي هم اسماء حبيبه قلبي اللي من السودان، واخواتي بقيت اخواتي وحبايبي اللي سالوا عليا، تسلموا لي تسلموا لي، ما تحرمش منكم ابدا. ما قدرتش طبعا افتح بس معاكم امبارح لان كنت فعلا تعبانه بجد. فالحمد لله على كل حال. طبعا دي كانت عندي يا ولاد كرتونة الغسالة، حطيتها كده ايه تحت المرتبة كده زي ما انتم شايفين، شلت المرتبة وحطيتها على الواح كده. بصراحة استخسرت ان انا ارميها يعني، فحطيتها كده وفرش السرير وما شاء الله يعني ايه على قد كده يا بنات، اعذروني بقى لو في حاجة في الفيديو مش عاجباكم. وطبعا عملت على قد ما انا ايه قدرت كده، تمام. برضه روقت كده الحاجة اللي كانت محطوطة على المكتب من مطرح الولاد وكده. ربنا يخليهم لنا يا رب ويبارك لنا فيهم، ويديم علينا الصحة والعافية ويبعد عنهم أي شر يا رب، ويعني يرحمنا من التعب اللي احنا فيه ده. واحنا بجد في أيام يعني بصوا التعب أو الفيروس اللي نازل في الجو ده صعب جدا، يعني أصعب من كورونا بصراحة يا بنات، والله العظيم أصعب من كورونا. فربنا يعدها معانا على خير يا رب. طبعا بقى جبت المكنسه، ما لحقتش افرح بالمكنسه يا بنات. المكنسه جات لي من هنا، وابو محمد جاب لي الله يستر الغساله، وبصوا ما فرحتش يعني هو كان عامل لي موضوع الغساله دي، كان عاملها لي مفاجاه. الله يصلح حاله يا رب. ده منظر الاوضه بعد ما انا خلصتها يا بنات، شايفين؟ لا فرق بصراحه. تعالوا بقى ندخل على المهمه الجامده دي. المهمه بصوا ما اقولكوش اللي تعبتني بجد 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 بجد، والله مش كلام. والله العظيم ما تراعوش الفيديو كده قدامكم يا بنات، يعني الفيديو يجي تلت ساعة ولا يجي ربع ساعة، ان لا والله ده بياخد يعني بصوا ما اقولكوش يعني بياخد وقت جامد جدا.
طبعا خليت بقى، كنت بشيل الكتب كده وبديها لهاني يشيلها. طبعا اللي بيجي من الدرس يقوم حاطط كتبه على رغم ان انا عامله لهم المكاتب والله. اللي يجي من الدرس يحط كتب على الركنه، اللي قال مثلا عاوز يقلع هدومه يقلع على الركنه، اللي عاوز ينام يروح يجيب المفرش ويتغطى وينام على الركنه. فبصوا كل قعدتنا وكل حاجه في يعني على الركنه بصراحه. قلت بقى اشيل بقى الايه السفنج دون، وانضف بقى تحت السفنج كده. واجيب بقى المكنسه بقى ايه واشفط كده الايه التراب، او اشفط الحاجه اللي موجوده ايه، اللي موجوده طبعا تحت الاسفنجه وكده. كان بصراحه حاجات كتير قوي كانت واقعه من الولاد تحت الاسفنج. شفطتها كده بالمكنسه. لا المكنسه طلعت ما شاء الله يا بنات والله جميله فعلا. فعلا فعلا يعني يعني بتاسرع كده جدا معاكي. ما بتاخدش وقت معاك وما شاء الله يعني هي فعلا لهلوبة المكنسة دي لهلوبة اي والله العظيم. خلصت بقى كده اول سفنجة كده ورجعت حطيت تاني السفنجة تاني. هنقعد بقى ايه واحدة واحدة كده زي ما انتم شايفين. نشيلها ونعمل يعني ايه نشفط تحتها. تمام. قولوا تمام يبقى تمام يا حبايب قلبي. يلا يا حبايب قلبي اللي ما اشتركش معايا في القناة، اللي لسه ما اشتركش معايا في القناة يشترك في القناة فضلا وليس امر. كومنت جميل منكم كده يشجعني، واللايك الحلو بتاعكم اللي بيرفع الفيديو بالله عليكم. لايكاتكم الجميلة بالله عليكم اللي بيشاهد الفيديو يحط له اللايك. وربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري. وبشكركم جدا جدا على تعليقاتكم الجميلة. وبجد والله يعني مش عارفة اقول لكم ايه. واي يعني حبايب قلبي اللي داخلين معايا في القناة جداد، اهلا وسهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني، وطبعا وجودكم على راسي. واخواتي برضو اللي موجودين معايا دايما على طول طبعا وجودكم على راسي من فوق. يلا حبايب قلبي اللي لسه داخلين معايا القناة جداد، اللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت الفيديوهات يروح ياخد لفة كده في القناة عندي. يدخل كده على القناة كده وياخد لفة في القناة كده على الفيديوهات ويشاهد الفيديوهات للنهاية. بجد احنا بنتعب على الفيديوهات يا جماعة والله العظيم، بالله عليكم بالله عليكم. شاهدوا لنا الفيديوهات للاخر. لا عليكم حبايبي والله يعني مش عارفه اقول لكم ايه مهم. طبعا بقى شفطت الناحيه دي برضو. وطبعا السفنجه اللي اشيلها اشفط مطرحها. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تصلوا تصلوا تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكمان أنا بزعل منكم قوي لما بقول لكم صلوا على الحبيب المصطفى في الكومنتات، ما بلاقيش حد يصلي على الحبيب المصطفى. بجد ليه ما بتصلوش على الحبيب المصطفى يا جماعة؟ ليه ما بتكتبوش في الكومنتات الصلاة على الحبيب؟ ليه يا حبايب قلبي؟ بالله عليكم اكتبوا لي كده في الكومنتات وصلوا على الحبيب كده في الكومنتات. طبعا خلصت الجزء ده، نتنقل بقى ايه على الجزء التاني. طبعا المفارش دي هاخدها بقى اغسلها لان طبعا اتوسخت جامد، اتبهدلت من الولاد وكده. حتى الكوبايات يا بنات والله حاطينها لي فين، حاطينها لي على الركنه من فوق. الله العظيم. ربنا يهديهم يا رب، ربنا يهديهم. شلت بقى كل حاجه. كانت ايه بقى نشره الشرابات دي كان عندنا برضو شتاء. بصوا الجو جاب شتاء يا بنات النهارده الاتنين. الفيديو ده مسجل لكم الاتنين ان شاء الله. بصوا والله العظيم انا قايمه من النوم بودي الولاد المدرسه، بصحيهم عشان يروحوا المدرسه والدنيا جايباها. شتاء صعب جدا جدا عندنا يا ولاد والله. فهو الشتاء طبعا خير. واللي عنده اي دعوه حلوه كده اما يلاقي كده شويه مطر ينزلوا عنده كده زينا كده. مين اللي بقى عنده شتاء زينا؟ قولوا لي كده مين بقى اللي عنده الشتاء زينا كده او المطر كده زينا. والله بجد بتبقى حلوة أوي يا بنات. فاللي عنده دعوة حلوة يا ولاد بقى كده أو دعوة أو يعني ربنا كده يحقق له أمنيته، أو عنده دعوة كده ربنا يحقق له يحققها له يعني. طبعا فين يجي وقت الشتاء كده بتبقى يعني أبواب السماء مفتوحة يدعيها والله العظيم. يعني أنا أسمع زمان أوي يعني زمان يعني أيام جدتنا بقى وأيام من زمان يقولك إيه اللي عنده أمنية وقت الشتاء أو وقت المطر ما ينزل يقولها. فربنا يا رب كده يتقبل مننا جميعا يا ولاد. طبعا بقى شلت برضو الجزء ده. و
برضو هنشفط بقى برضو اي تراب اي حاجة كده واقعة برضو هنشيلها. شلنا كده يا حبايب قلبي. طبعا والله المكنسة دي جت جميلة يا ولاد، مش بدل بقى ما الواحد يجيب الفوطة ويقعد ينفض. والله العظيم ما بحس بدراعتي دي يا بنات، والله العظيم. والله يا ولاد برضو النظافة حلوة قوي، والله العظيم. الواحد كده لما بيلاقي البيت نظيف بتبقى بصوا يعني راحة البال كده بتبقى، يعني بيبقى مبسوط كده فاهميني من النظافة بصراحة. انما وقت بقى ما تلاقي البيت مكركب بصوا ما اقولكوش. بس الحمد لله ربنا عني، وقمت بقى كده يعني ايه اللي ربنا قدرنا عليه انا عملته معاكم في الفيديو يا بنات. اعذروني بقى ان انا ما عملتش معاكم المطبخ. قلت بقى ايه لما تيجي من الدروس، ربنا يا رب يخليها، تيجي من الدروس بقى تشطب بيا المطبخ وايه. واوضه النوم برضو عملتها على قد كده. وبصوا انا بمنتج لكم الفيديو وبسجله وانا تحت اللحاف، والله العظيم. قاعده على السرير ومتغطيه طبعا باللحاف اهو. يعني ايه ما لحقش ان انا اصور معاكم الاوضه بصراحه. يعني يعني اللي قدرت عليه انا عملته بصراحه. خلاص بقى بعد ما احنا خلصنا بقى الركن اهو، جبت بقى المكنسه وقلنا برضو نشفط بقى السجاد كده. كان ابو محمد برضو احنا بكشف امبارح لقيت واحد بيبيع كرنب. فقلت له ابو محمد، قال لي نعم. قلت له ده قال لي طب انت تعبانه، انت تعبانه كرنب ايه دلوقتي؟ قلت له لا هات لنا كرنب. وشكله انا اللي جبته لنفسي يا بنات، انا اللي جبته لنفسي. والله انا اللي جبته لنفسي. يقول لي يا بنتي انت تعبانه خلاص ما بلاش كرنب الوقت. اقول له لا انزل هات لنا كرنب. نزل بقى جاب لنا الكرنب. وربنا يعيني بقى كده، وان شاء الله ربنا يعيني كده ايه تيجي بس تشطب يعني ايه المطبخ كده وتروقه. وانا اقوم بقى كده ربنا يعيني. يكون ابو محمد باين لسه لحقنا النهارده في المحلول، لسه لحقنا النهارده اخدها. وايه اخلص بقى وابو محمد يشيل الكلانه وانا اقوم ان شاء الله ايه ربنا يعيني كده واسلقه بقى ان شاء الله. اسخن بقى حبه ميه كده له وامسكه بقى اجهزه واعينه في الفريزر. خلصنا بقى الجزء الاولاني ده، دخلنا بقى على الجزء التاني. شايفين بقى الغساله دي باظت. ابو محمد بقى انا بقول له لو كده خدها صلحها عند حد يعني، ولو كده نطلعها لله، يعني نطلعها لاي حد محتاجها او كده لله يعني. مادام انت بقى ربنا كرمك وجبت لي الغساله دي يعني ايه خلاص لو كده بقى نصلح الغساله القديمه دي ونديها لاي حد يعني محتاجها وكده. طبعا بقى شايفين الهدوم بقى اللي كانت موجوده على الغساله. انا كنت عامله بس مباشر. كنت انا عامله بس مباشر امتى يا ام محمد؟ كنت عاملاه يوم السبت. يوم السبت، ايوه يوم السبت. بصوا كنت جايب لهم المنظر بتاع الغساله وبتاع الهدوم دي. وفي البث بقى قاعده زعلانه ان الغساله باظت، زعلانه الغساله باظت. فلقيت ابو محمد الله يستره، لقيته جايب لي الغساله ده وهو جاي من مصر. فربنا يا رب يكرمه. طبعا محمد هنا بقى ندهت عليه وقلت له عشان معايا الغساله دي عشان نفرش السجاده دي. فالله يصلحها له يا رب وخليهولي. شالها قبالي وايه وجاب كده المكنسه بقى وكنس لي هو السجاده. بس هو قال لي يا ماما لا امسحيها وانا بعمل لك السجاده. بس رجعت عملته مطرحه تاني وطلع جري على الاوضه جوه. ما بيحبش يطلع طبعا معايا في الكاميرا خالص، ما بيحب يعني. مرة ما كنت عاملة الفيديو اللي هو بتاع التحدي ده، كنت بص كان طالع غصب عنه والله. فايه يعني ايه برضو رجعت كده عدت عليها تاني مطرحه كده. يعني عدت عليها برضو تاني. بعد ما عدت عليها تاني بقى ايه هنروح بقى نشغل الغسالة الجديدة. هنشغل بقى الغسالة الجديدة ونحط فيها الدور. بس بعد ما انا اخلص طبعا بتاع السجادة. رغم ان محمد والله عاملها لي حلو، بس برضه الام يا ولاد والله العظيم ما بتحبش يعني الحاجة تتعمل على بايدها هي بصراحة يعني. يا هاني بعد اذنك يا هاني الشير اللي انت هتقشره ده ارميه في الباسكت. فهاني بيقشر سفندي يا ولاد. قشر لي واحدة وهاتها لي يا هاني. والله يا بنات انا من الصبح ما اكلت الا سفندي.
ورغم ان انا ليا علاج ان انا اخده، بس لسه ما خدتوش. مش لاقي حد يعمل لي لقمه يا ولاد اكلها، مش لاقي حد يعمل لي شويه لسان عصفور حتى ناكلهم. يلا الحمد لله. طبعا دوت منظر الصلاه بعد ما خلصتها. وطبعا جبت لكم بقى الجزء اللي هو بتاع الغساله اهو. كانت ساعتها نوها بقى هي اللي ماسكه التليفون وبتصور، فتصوير نوها بقى يعني ايه. شجعوها بقى وقولوا لها شطور يا نوها، عشان بعد كده ايه تمسك التليفون وتصور. حطيت طبعا الدور بقى دون اللي هو البياضات بقى اللي هي بتاعت الركنه والكوبرتايه وبتاعت السرير وكده وشغلت بقى علوم الغساله. حتى انا بسجل معاكم التسجيل الصوت، والغسالة جوه لسه شغالة على الهدوم. طبعا ده بقى يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يعجبكم ويكون كده تطلعوا منه كده بكل طاقة إيجابية. ويعني بصراحة مش عارفة أقول لكم إيه. بشكركم جدا جدا جدا، ويلا أشوفكم على خير وأسيبكم في رعاية الله وحفظه. ومع ألف سلامة. قبل ما أقفل بقى ما تنسوش اللايك، أهم حاجة إيه اللايك. تمام يا إخواتي، تمام يا حبايب قلبي. يلا أشوفكم على خير، مع السلامة.